بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جبت بقى سمك، قلت اروق عليهم كده واعمل لهم صينية سمك. بصوا انا غسلته طبعا بملح وليمون، متحطوش خل فيه لان الخل بيخلي السمك يتهري. انتوا بس بنحط في التتبيلة. بصوا فتحته بقى كذا 3 فتحات من هنا و3 فتحات من هنا عشان ادخل فيه التتبيلة. وطبعا لازم يكونوا كده النغشوش بتاعه احمر كده مورد كده وحلو، ويكون السمك صابح عشان تاكلوه بألف هنا وشفا. هنا معايا بقى فلفل سبايسي شطة وفلفل احمر وتوم، وهنزلهم بقى في الكبة. وهنا عاملة فلفل كده احمر معلقة كده، لو مش موجودة عادي تقدروا تستغنوا عنها مفيش مشكلة. وهعصر بقى ليمونة كاملة ومعلقة بقى خل. وبعدين هنا بقى البهارات، كمون وكزبرة وبهارات سمك وبابريكا وملح. هبتدي بقى انزل عليهم كده. طبعا يعني الكمون والكزبرة اساسي مع السمك، اصلا السمك بيحب جدا الكمون يعني. بعدين بقى هفرمهم وارجع لكم تاني. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا فرمتها، لونها جميل وريحتها تحفة فعلا يعني. طبعا اصلا السمك بالطريقة دي احنا هناخد نصه كده بس. السمك كمان بالطريقة دي عايزة اقول لكم ينفع كمان للناس اللي بتعمل دايت وبتبقى محتارة تاكل ايه وكده. دخلوا بقى فتحات كده من هنا برضو عشان يتبل شوية. انتوا طبعا كل ما تسيبوه في التتبيلة كل ما بيكون احسن يعني. عايزه اقول لكم ان عندنا في البلد كمان ممكن تعملوا السمك قشر بياض بنفس الطريقه دي. السمكه الخضراء الصبحه دي تبقى اللي هي عندنا في البلد بيسموها سمكه خضراء كده. وعايزه اقول لكم احنا كمان في البلد عندنا في الشرقيه، طبعا اهل الشرقيه يعني بموت فيهم. عايزه اقول لكم ممكن تعملوه يعني بصلصه. انا بس هحط تحتيه خضار عشان طبعا الجو حر وكده، فالواحد اصلا مش مستحمل صلصه وكده. لكن طبعا في الشتاء بنعمله بصلصه دي جنب الرز، بيبقى حلو جدا عندنا يعني. بيبقى حلو. لكن انا عشان حر بقى والواحد مش مستحمل عايز حاجات نواشف، فهعمله بالطريقه دي. نحط تحتيه خضار وكده. يلا كملوا تتبيل وارجع لكم تاني. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا لون التتبيله، بصوا ولا ريحتها تحفه بجد. انا كده تبلته. انتوا ممكن تسيبوه في التتبيله دي ساعه ساعتين، تتبلوه من بالليل. كل ما بيقعد في التتبيله بيبقى تحفه بصراحه. كده هبتدي بقى معاكم في الخطوه الثانيه. اسيبه يتبل شويه. هنا بقى مقطعه بصلايه شرايح كده، تقطعوها زي ما انتوا عايزين، وحبيتين طماطم وقرن فلفل وجزر وفلفل احمر وفلفل اصفر. وهنزل بقى بالخضار بتاعنا الجميل ده كده في قلب الصينيه. وطبعا شويه الخلطه اللي احنا عملناهم، انا 6 معلقتين كده هحطها عليهم بقى الخلطه. ومعايا برضو نفس البهارات اللي انا حطيتها، بهارات سمك وكمون وبابريكا وملح وكزبره. حطها بقى عليهم. انتوا تظبطوا الملح حسب الخضار اللي عندكم. هاكل بقى كل الخضار الحلو ده في بعضه كده. مش قادره اوصف لكم الريحه عامله ازاي، والله العظيم جباره. وهنا بقى معايا كزبره وشويه بقدونس خضره كده تروق علينا. على الجمدان. احنا عايزين حاجات تكون خفيفه كده في الصيف من غير صلصه ولا اي حاجه. والله العظيم الريحه تحفه بجد يعني خطيره. فرشها بقى تحت في كده في الصينيه. وهبتدي بقى ارص معاكم السمك. ماشي، هبتدي بقى ارص السمك. ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لكم نفس الخلطه تقدروا يعني لو عملتوا نفس الكميه، انتوا طبعا تعملوا العدد المتاح عندكم يعني. نفس الكميه يعني هيبقى حلو قوي، تقدروا تتبلوا بيه وكده. حاول بقى ارصه كده جنب بعض. ما شاء الله السمك يعني
كبير عشان عايزاه ياخد برضو وش كده. انا مسخنه اصلا الفرن، هدخله. انا مش هشغل من فوق خالص دلوقتي، انتوا حسب السمك عندكم. اوعوا ترمي دول، دي طبعا هتمصمصوهم كده على وش السمك كده. عشان نرميهم طبعا نستغلهم، دي يعني بهارات وريحتهم يعني لو واصله لكم تحفه، والله تحفه. جربوا صينيه السمك دي هتبقوا ادمان يعني. وهنا بقى مصمصت شويه مكان البهارات كده، وابتدي احطها بقى كده في النص. مهما وصفت لكم قد ايه الريحه جباره مش هتتخيلوا، انتوا لازم تجربوا عشان تحكموا. وحاجه بسيطه جدا 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 من الزيت كده، هدخلها بقى الفرن على درجه حراره 200. وانتوا بقى لازم طبعا تطبعوا الصينيه وكده، بس زيت كده. هدخلها بقى الفرن واوريكم بقى النتيجه في الاخر. وسع وسع يا عم الحاج، ما شاء الله اللهم بارك. مش قادره اقول لكم خطيره، ما شاء الله تبارك الله، حلوه جدا وريحتها تحفه. انا عايزاكم تجربوها. عايزه اقول لكم ان انتوا تقدروا تحطوا تحتيها بطاطس لو انتوا حابين، يعني ممكن تحطوا تحتيها بطاطس بتبقى حلوه. ولا زيت ولا قلي ولا طشطشه بوتاجاز ولا بهدله بوتاجاز يا جماعه، اصل الموضوع ده بيتعب لي اعصابي جدا. ولا دخان ولا اي حاجه خالص. ما شاء الله اللهم بارك. انا عملت جنبها بقى ايه، شويه رز. مش قادره اقول لكم يعني. بصوا السمكيه عامله ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. طعمها خطير فعلا. والصوص بتاعها يجنن. دوقيني انا. عايزه ادوق. بدي دوق. بصوا انا مدي. وانتوا كمان قبل ما تقرب فرشه كده وتاخدوا من الصوص وتدهنوا السمكيه. اشتراك اوعى هتاخدوا من الصوص كده بالفرشه وتدهنوا. وبصوا بقى، وفي الاخر قطعت لها شرايح الليمون، نسيت اقول لكم عليها. ولو وصلتوا لحد هنا ما تبخلوش عليا بلايك وشير، وان شاء الله تجربوها واشتراك وتعجبكم. وسلام.